أيوة، الفيديو زي ما العنوان مكتوب كده. اختاروا معانا مجموعتين. المجموعة الأولى اللون الأحمر، المجموعة التانية اللون البيج. بالنسبة للمجموعة رقم 1 اللي اختارت اللون الأحمر، ببساطة كده الشخص ده حس بسعادة ما حصلتش، يعني هو مش قادر حتى ان هو يوصفها. حس ان كأنه عمل دماغ كده، عارفين لما يعمل الواحد دماغ، يشرب حاجة ويعمل دماغ مثلا. حس بقمة الاسترخاء والسعادة وانه طاير. عايزه اقولك كمان ان الشخص ده ما بيبطلش تفكير في اللي حصل، وما بيبطلش تخيلات. لو انت حاسس بطاقه جايلك من ناحيته، اعرف ان هو يعني عايزه اقولك مش مبطل يتخيلك، مش مبطل يفكر فيك، ومش مبطل يفتكر اللي حصل. فالشخص ده مبسوط قوي 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 قوي، وحاسس زي ما بقولك كده ان انت كأنك عملت له دماغ، او اللي حصل ده خلاه كده كأنه دماغه عالية قوي قوي قوي. فده بالنسبة للمجموعة رقم 1. بالنسبة للمجموعة رقم 2، مش احسن حاجة، مقدرش اكدب عليكم. الشخص ده حس كأنه انتصر، حس انه بقى ايه محصلش ووصل للي كان عايزه، حس بالانتصار. مش عاجبني ابدا ابدا الاحساس اللي هو فيه. يعني بجد نصيحة مني ليك، حاول تبين له بقى ان انت قفلت منه. يعني جرب اقفل انت منه بقى، يعني اكسر غروره. لان هو مغرور قوي دلوقتي، هو حاسس نفسه ان هو انتصر، او ان هو اي بنت مثلا انا بعرف اوقعها بسهوله وبعرف اخد اللي انا عايزه منها. لما يلاقيك بقى في قمه السعاده والانبساط وتقرب منه، الشخص ده خد بالك ممكن جدا يبعد عنك الفتره الجايه، او يتعامل معاك باسلوب مش حلو. حاول انت تسبق بقى وتحسسه اللحظه كده انه ايه ده، انا اللي مش مبسوط. عارفين ده هيحرقه جدا، وهيحسسه ان هو غروره اتكسر جدا. والنظرة اللي هو باصصها دي بكل ثقة وغرور هتتقلب عليه. بجد اعمل انت كده، لان انا مش مرتاحة ابدا لمشاعر الشخص ده. وانصحك كمان ان انت ما تعملش معاه التجربة دي تاني ابدا، لانه الشخص ده شكله نواياه مش احسن حاجة ليك. فبس دي كل حاجة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة.